السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد. قد شفنا المكثرين المايونيز وقد شفنا المشاهير اللي ما يستحقون الشهرة والفانزات الغريبة، بس ما عمري شفت مجتمع صناع محتوى مكثرين المايونيز، واللي هو عالم الفيك. أول شيء مين هم عالم الفيك؟ هم ناس كثير كذا بس حمير يبون يبدون صناعة محتوى في السوشيال ميديا. فالخيارات اللي عندك يا انك تطلع وجهك، لا احس فكرة خايسة. طيب تطلع صوتك فقط، لا برضه احسها فكرة خايسة. طيب ايش يسوي؟ اجيب شخصية كورية وتصير انا، مو على انها انا، ركز، مو على انها انا، لا هي انا خلاص. بعد هي انا، يعني اذا لقوا الكوري ذا في الشارع هو مو الكوري ذاك اللي هو الكوري، لا هو الشخص اللي هذا. كيف اشرح؟ يعني ما يتقمص الشخصية مثلا على انها انا، لا هي أنا خلاص، يعني انتهى النقاش، هذا أنا يعني. هي قلب يا شيخ. فكرة اليوم وبدون مقدمات راح أرد على أسئلة كروساتي يلي موجهة إلي. دقيقة من جد. يعني حسبت الموضوع انه كذبة ولا شيء زي كذا يا اخوان. طلع من جد ذا يحسب انه ذا يا اخي لعن ام الحمير يا شيخ. طيب ما فكرت مثلا في وجهة نظرنا احنا، يعني بنقول كيف كوري يتكلم عربي مثلا؟ يقلع ام الحميرة يا شيخ. العالم ذا كل ما يصير اسوء في اسوء. انا شفت اللي يكفيني بعد كذا يا اخي. العالم ذا قاعد يتطور AI واشياء، بس البشر قاعدين يصيروا اسوء في اسوء. كم عمرك وإمتى عيد ميلادك؟ عمري 20 سنة وعيد ميلادي في شهر فبراير 24 اليوم. عمرك 20 سنة وقاعد تسوي الغباء ذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أجل العمر 14-15 إيش بيسوي؟ سؤال فضائي بس، شو بتكون رد فعلك لو تزوجت واكتشفت إن هديك البنت يلي تزوجتها كانت من عالم الفيك المن حرف؟ على آخر عمري اتزوج من عالم الفيك، بس إذا تزوجت راح أخليها تندم. دقيقة، يعني أنت ما تبغى تتزوج واحدة من عالم الفيك بس أنت من عالم الفيك؟ يا أخي والله ما أدري إيش أقول. ليش تنكر إنك تحب روجينا؟ شنو شعورك بعد الشهرة وصار عندك فانزات وحركات بركات؟ متى ناوي تتزوج؟ شو راح تسمي أطفالك بالمستقبل؟ وبس كان معكم جيسيكا المزة. معروف إن أنا وروجينا مجرد أصدقاء، وهي أصغر مني ومستحيل أفكر تجاهها. والله العظيم إن ذي أسوأ من حقة بلح الشام يقرأ قرآن. ذي أسوأ منها ب15,000 مرة. طيب يا غبي، أوكي معلش مع الحشمة. طيب يا حمر، أوكي مع الحشمة برضو. يا متخيب ليش ما سويت الاي يعني هذه على الاقل شخصيه الكوري هذه الكونغ، ليش قاعد تجيب له مقابله قديمه وهو مثلا قاعد يقول اوهايو وانت قاعد تخليه يقول كور الحكر الليل انا عمري 20 سنه؟ مو على كيفك. تفكير خارج القاموس. وبخصوص زواجي لسه بكير، وكمان أسامي أطفالي كروس وكروسة، وأنا أبو الكروس وكروسان وكورنفليكس وكندر. والانتقادات اللي طالعت عليك. صراحة كنت بدي أعتزل، بس بعد ما شفتهم فرحوا وتراجعت بقراري. كيوت. بعد ما شفتهم فرحوا وتراجعت عن قرارك. دين على قلبي. هل رح يجي يوم وكروسان رح يعتزل؟ طبعا، لأن نحن لسه عنا مستقبل. يا عمي شوفوا هنا قاعد يضحك. اوه نحن لسه عندنا مستقبل. هو قاعد يضحك، انت على كيفك الشغله ولا ايش؟ سوق على مين انت تحسب العالم ذا حمير؟ وعندنا مسؤولية، وأكيد حياتنا كلها ما راح تروح على التيك توك وغيره. شو ردت فعلك بعد ما اجاك هجوم وقالوا عنك كلب شهرة؟ بصراحة كلمت عمي سلاي فويسد وهو هناك علمني الرجولة. بس أنا ما سويت شيء عشان أكون كلب شهرة. ليش كل الفيك؟ دقيقة، الحين هو راح يتابع مقابلة ينين هذا كاملة عشان يطلع منها فيديوهات ويركب يشوف الكويسة مو كويسة تناسب النطق واللي ما تناسب يرميها عشان يسوي لنا الفيديو ذا. الله العظيم. استغفر الله العظيم. قايل لكم يا جماعة خير قولوا الحمد لله إن أنا يكرهوك رغم انك ما عملت لهم شيء. أنا ما أسيء لأحد، واللي يكره بدون سبب هذا قراره. كنت متحمس أجاوب على أسئلتكم كلها، بس بصراحة بعض الأسئلة جرحتني شوي وما توقعتها. راح أوقف هنا وأخلي الباقي لفيديو ثاني. شكرا لكل شخص سأل باحترام وشارك بحب. يا أخي والله العظيم خلينا نشوف فيديو ثاني يا جماعة الخير، خلينا نجدول عليهم. والله أنا مستمتع. أنا صرت مؤمن إن الإنسان من الحيوانات، خلاص لنا فصيلة كذا حيوانات، بس مو كلنا. ذولي هم الحيوانات. قررت أظهر صورتي، يلا خلينا نشوف. دقيقة ما شفنا. دقيقة على كيف أبوك؟ أنت قاعد تسوقها على مين؟
ذا انت؟ انا ما ادري هم يحسبونه حمير ولا يحسبونه كذا فصيله متخلفه. انت قاعد تسوق على مين بالضبط؟ احنا مو بسيط الله يرحم ابوك. شوف التعليقات ما حد منهم بيصدق، اكيد كلهم قاعدين يسفلوا فيك. تجنن يا بنت الحلال، لا تصدق اذا مو هو. ابدعت؟ كيف يعني ابدعت؟ ايش اللي مسويه؟ راح جاب صوره واحد كوري بس حسبنا حمير بنصدق انه هو الكوري، بس هو مو الكوري، هو واحد حبشي ما عنده مسالفه. لا يا ابو علي، لا يشوفك علي، بس لا يشوفك علي ايش قاعد تسوي؟ احذف الملصقات المريبه ذي بسرعه. بس انا حلو، روح ادخل قناتي وشوف مين اللي قال انت مو حلوه. طيب مين اللي مزعلك اساسا؟ انت ليه جيت هنا اصلا؟ وبعدين ليه حاطه صوره الوان؟ ايش العالم الغريب ذا؟ انت من عالم الفيك، اكيد شكلك مو حلو، اكيد شكلك مو حلو. يعني ايش تتوقع من واحد يخبي وجهه عشان يحط صوره واحد كوري يعني اكيد شكلك بيطلع معطوب، يعني ما يبغى له. يا عمي انتوا تحسبونه حمير ولا يا عمي اذا شكلك مو زي كذا انا ما افهم. قال لك هذا انا يا عمي على كيفك. تحسب الموضوع سكنات ماينكرافت، تختار السكن اللي انت تبغوه. لا انا ما ابغى هذا، لا تصدق لا ما ابغى ذا، لا ابغى الكوري المز ذا. مو على كيفكم. لو عجبني لون عيونك هاخد رقم تليفونك. عمي بالله قفل فمك. عيون عيونك. نظرات ابوي لما اغاز وات عالم الفيك. متى اخترعوا عالم الفيك وما هو السبب؟ ظهر عالم الفيك لأول مرة في 2011. كذاب، اخترعوه قبل امس. هم كذا كذابين، يقولوا لك عندنا عالم الفيك ذا موجود من 2009 2011. يعني ترى عندنا تاريخ وعندنا اصول وفصول وتراه مشهور من زمان. كذابين يا عمي. امس واحد مخترع وقال بسمي العالم ذا عالم الفيك، وهم كلهم يلا عالم الفيك. بس العالم ذا مخصص للقبيحين فقط. اذا انت وجهك مكثر المايونيز وطلعته قدام الكاميرا والكاميرا انكسرت، اعرف انه وجهك مكثر المايونيز. فايش تسوي؟ تدخل عالم الفيك. ما عندك حل يعني. بتجيب واحد كوري مز يتكلم على اساس انه انت. وسوبر جونيور. وبدأ عالم الفيك في آسيا بسبب موقع الروايات الخيالية والمنهوى، فقرروا يخترعوا عالم خاص فيهم. عطوها جوها. هي الحين تحسبنا انه حنا محسبين ان هذا شكلها، بس هي ما تدري انه حنا ندري انها هي، تدري انه كلنا ندري انه ذي مو هي وهذه هي، ويكون مختلف عن الواقع. وتطور الأمر حتى صنعوا لعبة خيالية على الإنترنت، وانتشرت للأجانب وعجبتهم لحد ما وصلت للوطن العربي وانتشرت كثيرا في التيك توك. وتطور عالم الفيك عبر السنوات من أفكار وإبداعات. أي إبداعات؟ أنتوا بتجننوا أهلي؟ وين الإبداع من إنك تجيبي شخصية بنت تتكلم على أساس إنها أنتي؟ يعني وين الإبداع؟ أنا إذا بجيب واحد بتكلم على أساس إنه أنا بيكون جوكو طبعا، يعني تخيل إنه ذا أنا. إلى أن أصبح أشهر وأقدم عالم يتحصل على أكثر من مليار منضم لهذا العالم. مليار شخص متخلف، مليار شخص ما عنده شخصية يروح يجيب فيديو واحد يتكلم على أساس إنه أنا. وأيضا عالم الفيك، أول عالم يكون فيه شخصيات مشهورة ويحدث ضجة كبيرة لحد ما صاروا اليوتيوبرز يحكوا عنه. نحكي عنكم عشان نجدول عليكم ونطلع من وراكم فلوس. يلعنوا من الحومه يا شيخ، الحياه سهله يا اخي. انا احس العيانات اللي زي ذولي هم كذا اصلا مكثرين المايونيز عشان يعطونا احنا اسيستات عشان نقدر ننزل عنهم مقاطع نجدول على امهم ونطلع مشاهدات ونجيب فلوس. والله ما امزح يعني بالله. تقنعني ان في واحد بيجيب شخصيه واحد مز يتكلم على اساس انه هو وين المنطق؟ لو اجيب ولد اختي الصغيره واقول له خلي الولد ذا يتكلم على اساس انه انت، بيقول لي انت تحسبني بزر ولا ايش؟ وهو بزر فعلا. عالم الفيك هو من عمالقة العوالم. عالم الفيك هو أفضل عالم حسب تصنيف الرؤية. أي رؤية بالضبط؟ أي رؤية؟ رؤيتك للطعام؟ عالم الفيك يتخطى هاشتاغه 5 مليون استخدام. 5 مليون استخدام قاعدين يجدولوا عليكم. عالم الفك كان وسيظل الأفضل. لولا عالم الفيك ما كانت العوالم الثانية ظهرت وصاروا يأخذون خطوط وجودات ومقدمات الفيك. نحن دائما وأبدا سنبقى الأصل وسنبقى نحن ملوك العوالم. وكذا أستاذي وأستاذتي كريمة، عرفنا إنه في ناس مكثرين المايونيز اللي يحطوا صوت زي كذا مفروض لهم فصيلة من الحيوانات. طيب دامي أنا قاعد أسوي كذا الحين، هل أنا مفروض من الحيوانات؟ لا، بحكم أنا أفضل إنسان في العالم. بحط لكم تحت تصويت يا جماعة الخير، هل أنا أجمل إنسان في العالم؟ ولا تنسوا سبسكرايب ولايك وشير وحطوا لايك وتعالوا انستغرامي وتعالوا التيك توك حقي. والسلام عليكم. عكس الجرافيتي شوشر جلسة ضربي يا ابني سيطر.